السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العربيه دي عملت كده قلبان شويه في السوق، وعملت شويه مشاكل كتير لان الناس ما فهمتهاش، قالت هي دي قديمه ولا دي جديده، حصل فيها مشاكل في المواتير. بس هي عربيه كويسه جدا لان سعرها في سوق المستعمل تحفه، جميله جدا بالكميه الحاجات اللي ممكن تقدمها لك. معانا النهارده الاوبل استرا جي، وبكرر جي تحتها 100,000 خط. زي كده الاوبل استرا جي هي من فئه الكومباكت، فبتنافس في السوق حاجات تقليديه هاتشباك زي الفورد فوكس، الفولكس فاجن جولف، الكيا سيد، والمازدا 3 وغيرهم. طيب ليه بقى عملت مشاكل؟ هي نزل منها هذه اللحظه 6 اجيال، احنا في 2023. الجيل اللي عندنا النهارده ده اللي هو الجي، ده يعتبر الجيل الرابع منها. تمام. طيب الجيل ده طلع في 2008 وانتهى بالفيس ليفت بتاعه في 2018، هشرحه لكم دلوقتي. اللي حصل ايه؟ ان العربيه دي بتنزل بكذا بادي ستايل، بكذا طراز للجسم. في الخمس ابواب هاتشباك عندنا النهارده، وفي ثلاث ابواب هاتشباك اسمها جي تي سي، تمام. وفي الرياضيه بتاعتها الهوت هاتش اسمها الاو بي سي، بتنزل ثلاث ابواب هاتشباك بس، حتى اسمها او بي سي جي تي سي. وفي الاسرة طبعا كالعاده الستيشن. وفي السيدان بتاعتها، السيدان في الجيل ده فضل مكمل انتاجها، ما وقفش مع الهاتشباك، فضل مكمل مع الجيل الخامس منها لغايه سنه 2019. ولو عايز تشوف الفرق ما بين الاوبل استرا اتش والاوبل استرا كي اللي هم الاثنين دولت، حاططهم لكم في اللينك اللي فوق ده عشان تعرفوا اكتر عنهم. تمام. فالسيدان اتباعت في مصر وفي بعض الدول العربيه والافريقيه، تم تكميل انتاجها لغايه 2000 زي ما قلت 18، فهتلاقيها اتباعت جديد في 2019 كاستوكات. ودي اللي الناس ركبتها وحست انها راكبه اخر جيل. ده ما كانش اخر جيل، لان الاوبل استرا اللي بعدها اللي هي الكي ما اتعملش منها نسخه سيدان. والجي على فكره نرجع تاني للاجيال، هي طالعه من 2009 الى 2012، ثم طلع منه فيس ليفت صغير في 2012 وكمل ل 2014. بالمناسبه اللي عندنا النهارده ده الفيس ليفت، الفروقات ما بينهم هي مراجعه في الشكل من قدام، كذلك برضو الشكل من ورا، خاصه الاكسدام والاضواء. زودوا فيها في الفيس ليفت، زودوا بعض عناصر السيفتي بتاعتها، خاصة البريكنج، الاوتوماتيك بريكنج او الامرجنسي بريكنج، وكاميرا امامية وكاميرا خلفية. ولو عايز تتخطى للفروقات دي على طول او الاجزاء الثانيه من الفيديو، افكرك ان الفيديو بتاعنا متقسم لمجموعة من المقاطع الوقتية اللي موجودة عندكم تحت في شريط التحميل وفي توصيف الفيديو. واول مرة بتزورنا في القناة فطبعا ما وثقش الاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان اقول لك ان شاء الله لما ننزل الاوبل استرا الجديدة جدا بتاعت سنة 2021 المثيرة الجميلة. سعرها في السوق المستعمل بيتراوح من حوالي 1300 يورو من اول بريفيس ليفت لغايه يوصل ل 13,000 يورو، يعني اكتر حاجه ممكن تلاقيها في سوق المستعمل. وكسيفتي حسب اليورو انكاب خدت 5 نجوم من 5، بتنزل كستاندرد ب 4 ايرباجز فقط، بيبقى فيها اي بي اس واي اس سي. هي مش زي مصر وبقيه الدول، هي كانت بتنزل بفئات كتيره جدا عشان يدوك اوبشن توفير. فاول فئه مثلا فيهم كانت السلكشن، بتنزل بجنوط 16 بوصه الحديد، وبيبقى فيها بس الشبابيك الاماميه الكتريك فاضيه خالص من جوه. ثم بعدها الاديشن، هنا بقى بيبقى فيها بورد كمبيوتر، بيبقى فيها ستيريو، بيبقى فيها سنسورز خلفيه، وبيبقى فيها كروز كنترول. واللي بعديها على طول هي الاكتف، زود عليها الجنوط ال 17 بوصه السبور، وبيبقى فيها الكراسي بتاعتها بتبقى انضف شويه وبتبقى اريح شويه وبيبقى فيها تقفيله انضف شويه كقماش. وبعدها على طول السبورت، دي بتنزل بجلد 18 بوصه السبور كالعاده يعني، بيبقى فيها بقى الحاجات الرياضيه، مثلا السسبنشن بتاعها نظام التعليق بيبقى رياضي واطي انشف شويه، بيبقى فيها ليدات اماميه، ازاز فميه من ورا، وعجله قياده رياضيه. وبعدها الانوفيشن، دي تعتبر اللكجري بتاعتها البريميوم، دي بتنزل بجنود 17 بوصه، لكن التكييف فيها بيبقى دول زون اوتوماتيك، بيبقى فيها تقفيل كروم كتير جدا والومنيوم من جوه، بيبقى فيها فينجر بيك، ويبقى فيها كراسي متقفله بالجلد الصناعي. وكذلك برضو الشاشه كستاندرد تنزل الشاشه ال7 بوصه اللي فيها نافيجيشن. واخر واحده خالص اسمها باي تيربو، دي لو لقيتها في السوق تبقى تحفه، لو لقيتها ان هي جميله جدا. باي تيربو دي بتنزل بس موتور ديزل، بيبقى 195 حصان ديوال تيربو، توين تيربو يعني، ولكن بيبقى كاوبشنز هو جامع ما بين الانوفيشن وبين السبورت، يعني معبأه بالاوبشنز بالكامل. وبيبقى فيها برضو البدلات تبقى متقفله بالالومنيوم، وبيبقى فيها خياطات حمراء من جوه كحاجه سبورتي. يعني ما قلتلكوش اللي عندنا النهارده تاني فئه منهم، فتعالوا اوريكم تاني فئه ممكن تلاقيها في السوق عامله ازاي ورخيصه ازاي وايه مواصفاتها كعربيه، خلينا نقول اقتصاديه ممكن تلاقيها في السوق. الشكل من قدام اكتر حاجه مميزه فيه هي الكسره الموجوده في الكشافات، الكشافات كبيره غير اللي بعدها شويه،
اللي بعدها. بالمناسبه ده الشكل فيه الفيس ليفت، وده الشكل فيه البري فيس ليفت. الاختلافات كلها زي ما قلنا في الاكسدام وفي الهوايه. هي فوق هنا في هوايات خفيفه جدا، الشغل هنا بلاستيك كله مع علامه اوبل في النص 3 دي. الكلام ده اختلف جدا بعد كده، بقت الشبكه الكبيره بقت فوق، لكن الاكسدام طبعا هنا حاضن الشبكه الكبيره اللي واخده الشكل المستطيلي يعني الايقوني بتاع العربيه دي. تحت في البانل ده هنلاقي الاشارات والفوجات الاماميه. هي بقى في شغل كروم اكتر في الفئات اللي بعد كده، وبتبقى الكشافات اللي فوق هنا بتبقى LED في الفئات الاعلى من اول رابع فئه. طيب نتحرك على الجنب. هنا اكتر حاجه بحبها الصراحه في العربيه دي هو تصميمها من الجنب كهاتشباك وحتى كسيدان، الناس بتحبها جدا. رياضي جدا. السي بيلرز اللي هنا القوائم الخلفيه كبيره جدا، هي هتعمل لك مشاكل من جوه هنشوفها كمان شويه، لكن مديها شكل رياضي الصراحه. هنا الجنوط ال16 زي ما قلنا من تاني فئه الحديد. الجنوط السبورت بتنزل من ثالث فئه فقط، وطبعا هي في زي تجعيده في النص مع الاوكر كده وبس كده. هنا المرايات بتنزل دايما بلونين، تمام، لون اسود يرد على الاسود الموجود في العربيه، وبعد كده اللون ده بيبقى دايما ماشي مع لون العربيه. والالوان اللي ممكن تلاقيها في السوق هي 13 لون الوان للجسم الخارجي، والجنوط هتلاقيها من 16 الى 19 بوصه. نتحرك لورا. التصميم من ورا زي ما انتم شايفين في جدا من الاوبل كورسا اي اللي مشيت معاها في نفس الوقت. بالمناسبه عايز تشوف الاوبل كورسا اي وتفهم قصدي ايه، في اللينك اللي فوق ده برضو. نفس الكشافات المنبعجه بتاعتها، يمكن دي منبعجه اكتر شويه، تخينه كده، الناس بتحبها، انا ما بتعجبنيش الصراحه، ما بحبش الحاجات اللي كانت تخينه وقتها كده يعني. اسرة مكتوبه هنا ايكو فليكس، المواتير هنقولها لكم كمان شويه. طبعا هنا السنسورز الموجوده الخلفيه زي ما قلنا من تاني فئه، وفي شغل هنا هو مش كروم طبعا، هو بلاستيكات كلها، والعواكس تحت هنا عاديه جدا. هنا في سبويلرز صغير جدا لا يكاد يكون موجود، لكن الازاز حجمه الصراحه حلو وكبير. من جوه طبعا انتوا عارفين الشكل ده، اول حاجه عينك هتيجي عليها هو الكونسول الوسطي اللي مليان زرار ده، اللي يحسسك انك سايق مركبه فضائيه بتتحكم فيها هنا وبتعمل الثروتل بتاعك ولا ايا كان. هتاخد وقت كتير قبل ما تتعود عليها. هنا في شاشه مالتي ميديا صغيره هنا، تمام، بتديك مكان تخزين صغير هنا، ده بس في ثاني فئه. الشاشه بتكبر في اول فئه، لكن وفي ثالث فئه بتبقى ترجع تاني تكبر. هي صغرت في ثاني فئه، ما اعرفش ليه يعني، تمام. طيب وهنا العدادات بتاعتنا طالعه بالشكل ال3D بتاعها، هنا الشاشه الصغيره، شاشه السائق، معلومات السائق، لكن هي الشاشه دي فيها جواها شاشه اصغر، اللي احنا في ثاني فئه. من ثالث فئه بتبقى اكبر وماليه الحيز كله. انتم شايفين هنا عجله القياده متقفله طبعا هنا عباره عن كاوتش عاديه خالص من ثاني فئه واول فئه، بس من ثالث فئه ومن رابع فئه كمان بتنزل متقفله بالجلد الصناعي. وطبعا هي عاديه هنا مفيش مالتي فانكشن ويل، ده بتنزل برده من ثالث فئه. الشغل هنا اللي كله موجود بلاستيكات، لكن الحلو في الداشبورد ده ان هو متقسم لدورين هنا، تمام. والصبه الكبيره دي كلها هنا سوفت تاتش جميله الصراحه، لكن طبعا هنا كالعاده هننزل عليها بلاستيكات الرخيصه. جنب الباب هنا فوق الباب والله سوفت تاتش برده، مسند ايدين هنا ناشف، لكن هنا طبعا زي ما شايفين مفيش مسند ايدين، ده بينزل برده من ثالث فئه. الكراسي نفسها معموله من صراحه خامه القماش سيئه جدا تعبانه، لكن يعني يا دوبك حضناني كويس يعني، مش هتضايقك قوي الصراحه في سواء المسافات الطويله. اما بالنسبه للعمليه بتاعت العربيه دي، فهي هنا جيب الباب صغيره الصراحه، ما تاخدش الازازه ال1.5 لتر خالص يعني، لا يعني تاخدها بس هتزنقها بالعافيه. خدت كل اماكن التخزين الثانيه. في درج صغير هنا تحت السواق، مكان التخزين الصغير اللي فوق ده ما يشيلش الموبايل زي ما انتم شايفين، هو يا دوبك ياخد الباور بانك بتاعنا، دخل يا دوبك بالعافيه. الموبايل ليه مكان تحت هنا الصراحه ممكن تحطه، وفوقيه في فتحه 12 فولت وفتحه اوكس ان واحده. في 3 كاب هولدر الصراحه كويسين جدا باحجام مختلفه، وفي 2 منهم فيهم مثبتات الاسنان. لو خدت كده ناخد الكوبايه الجميله بتاعتنا نشوف هتتثبت ولا لا، ولا بتلعب ماسكه نفسها. هنا بتلعب شويه، هنا ماسكه نفسها. خدوا التابلو هنا من المساحه الفوق المتوسطه جيده الصراحه. تظبيطات الكرسي هنا باك ريست ما كانش مش زي اللي بعدها، هي عباره عن مقبض، تمام، بيطلع ويخش. وطبعا الكرسي ممكن ترفعه وتنزله. عجله القياده بتاعتك تلسكوبيك طبعا في كل الفئات من اول الفئات كلها، فتظبيطات القعده هنا ما تضايقكش خالص. وفوق هنا هنلاقي الشماسات بتاعتنا، لكن ما فيش مرايات ولا اضاءات، تنزل فقط من ثالث فئه. اما بالنسبه للتكنولوجيا بتاعت العربيه، فعلى الشمال هنا هنلاقي بانل اضاءه، ما فيهوش اضاءه اوتوماتيك، تمام. الشاشه اللي هنا هي شاشه عاديه جدا، ممكن تتحكم فيها من خلال المنيو، تدوس على زرار المنيو اللي موجود في الدراع ده، ويطلع بعد كده من البكره دي تشوف معلومات الرحله بتاعتك كلها.
والشاشه دي هي عباره عن شاشه مالتي ميديا عاديه جدا. طبعا هي هنا في بلوتوث من تاني فئه، فممكن تربط موبايلك وترد على المكالمات، لكن لازم ترد يدوي. هنا بقى من الراديو، التحكمات في الراديو والمالتي ميديا بتاعتك عشان اقول لكم برده، ده عباره عن الصوت، وهنا تراكات الكلام ده كله، الاف ام وام، لكن ما فيهاش داب راديو لو انت عايش في اوروبا يعني. وفي سي دي بلاير، وفي طبعا فون هنا عشان تدوس على تربط يعني تشغل على تربطه بالتليفون بتاعك. وهنا فوق في التراكشن كنترول، وتحت هنا هنلاقي التحكمات في التكييف والتدفئه. في تكييف عادي خالص، عادي جدا تمام. بيبقى دول زون في اخر فئه بس زي ما قلنا، اخر فئتين. لكن هنا يعني هو موجود في مقابض كده عاديه جدا، لو بس مجرد ما تحفظه هتفهمه وتلاقي ان الزراير دي مش صعبه خالص. الكنبه اللي ورا، اول حاجه زاويه فتح الباب سيئه جدا، والفتحه نفسها مش كبيره. بصوا يا جماعه، دخل كرسي الاطفال هيبقى مأساوي جدا. طبعا بالنسبه لواحد بالغ فانت هتدخل، انا حكيت في جسم العربيه هنا تمام، فالفتحه مش كويسه. طيب هنا كرسي في وضعيه السواقه بتاعي، مساحه الركبه مش بطاله، الراس جيده جدا، المشكله كلها في مساحه الرجل. هنا مفيش خالص مساحه تتحرك ما بينها. رجلي بتخش تحت الكرسي، انا رافعه للاخر، بس لو واحد اطول ونزله شويه، انا 162 سم فمش طويل، لو واحد نزله شويه فانت كده هتفضل قاعد عامل كده مش قادر تتحرك خالص. المواد هنا كلها طبعا بلاستيكيه خالص. هنا يدوي في يدوي في 2012 العربيه دي، لكن حتى لما بتفتحه ما بينزلش لغايه الاخر، بيتبقى حيز هنا صغير. هنا في مماسك ايدين، خطافات، وفي هنا كاب هولدر واحد كبير ما اعرفش يشيل ايه. بصوا كده، لو حطيت دي طبعا كوبايه القهوه فهي كده اترمت يعني، ما اعرفش ممكن نحط كوبايه بتاعت ستاربكس الكبيره خالص دي يعني فلازم تشتري من ستاربكس، مش دعايه على فكره عشان ما حدش يفهمني غلط. طيب النفق اللي في النص الصراحه هو مش صعب قوي، هو مش عالي قوي ومش عريض قوي. لو نقلت اللي في الكرسي اللي في النص، فطبعا عشان مساحات الرجل فانت كلت جدا مساحات الرجل الخلفيه الجانبيه للراكبين اليمين والشمال. والكرسي اللي في النص الصراحه هو اضيق وانشف حاجه بسيطه، فمش مريح خالص. الايزوفيكس برضو غريب شويه وموجود تحت نوش من غير اي علامه، لكن مدفون لجوه خالص، هيتعبك يعني، عامل زي القديمه. الشنطه بتاعتها زي اللي قبلها وزي اللي بعدها، 370 لتر، ما اتغيرتش خالص. هنا بس في بروز تحميل اعلى شويه من اللي بعدها، بتأثر كيه، هيتعبك شويه تطلع الشنطه الثقيله بتاعتك مع السلامه. حلو. تحت هنا في مكان للعجله الاستبن بتاعتك، ومكان تخزين صغير، في مكان تخزين صغير هنا تمام. بس كده مفيش غير اضاءه واحده من هنا، في اماكن تثبيت الشبكه بتاعتك، لكن مفيش خطافات او مخارج 12 فولت. ولو نزلت الصف الثاني من الكراسي زود لك المساحه ل 1550، لكن طبعا هي مش مستويه تماما، في بروز شويه من الكراسي اللي كانت بتنزل في السوق كتيره، فهتلاقوها سواء الفيس ليفت او بري فيس ليفت، فيهم مواتير كلهم 4 سلندر عموما يعني، طبعا هي فتحه مانيوال عاديه جدا، فيهم تنفس طبيعي وفيهم تربو، الاكتر التربو في الفيس ليفت تمام، وكلهم طبعا جر امامي. انا مجمع لكم المواتير قدامكم كلهم اهي، سواء الفيس ليفت او البري فيس ليفت، عشان تيجوا تشتروهم تقرروا. طيب الموتور عندنا النهارده هو، عشان احنا من شويه قلنا العربيه اقل فئه فهي نازله باقل موتور، اللي هو ال 1400 سي سي التنفس الطبيعي، ده مربوط بنقل الحركه 5 سرعات مانيوال، بيولد معاك 100 حصان فقط و170 نيوتن متر تورك من العزم، بتسرع من 0 ل 100 في 10.4 من الثانيه، معدل حركه البنزين الى حد ما معقول 5 ل5. خلي بالكم المواتير الاكتر من كده بتعدي 6 وي، فيمكن ده اكبر عيب في العربيه دي. نشوف على الطريقه عامله ايه. اول حاجه جنرال موتورز هنا كان حاولوا يعملوا حاجه جديده شويه، وهم يتحركوا من الملل اللي كان موجود في الاوبل استرا اتش، ما نجحوش قوي في حاجه. بصوا عجله القياده يعني مفصوله خالص عن يعني السواقه مش حاده خالص. هو النظام التعليق وكل حاجه انشف حاجه بسيطه جدا من الاتش، ده ثبات الى حد ما كويس في الكورنرات والكلام ده كله، لكن لازالت صراحه سواقتها فيها ملل كتير جدا يعني، مش ممتعه خالص زي الفورد فوكس، لكن خلينا نقوله شبيهه كتير بالفولكس فاجن جولف. الحاجه برضو الجميله هنا اللي انا لاحظتها ان نقل الحركه اللي هنا، بص هو صغير، التنقل فيه سهل شويه تمام، اسهل من قبل كده، تحسن عن الاتش يعني الجيل اللي قبليه يعني، فده تحسن ملحوظ خلينا نقوله فيه، ده كده اول حاجه تحسن ملحوظ. طيب تاني حاجه الرؤيه، انا في مشكله كبيره جدا من الليفلين هنا المستويين الموجودين، زي ما قلت طلع لي هنا بلايند سبوت غريبه جدا، منطقه عمياء غريبه جدا، بقى في هنا المثلث ده اللي انا وانا سايق كده اصلا انا مش حاسس يعني، مش مستفيد منه في حاجه، الا بس مكان رؤيه صغير جدا يعني، خاصه لو انا ساند ظهري للاخر
فعامل لي نقطه عمي هنا وحشه جدا. صح المرايه هنا كبيره جدا وكل حاجه، لكن النقطه دي كويسه. الرؤيه ورا بقى دي اللي مأساويه. ظرف الشباك ورا سيء جدا جدا جدا، والسي بيلرز الاوامر الخلفيه كبيره جدا وتخينه جدا، فمداني فعلا منطقه عامه كبيره جدا وانت بتعمل مرشدين اللي ورا. صح احنا عندنا هنا في الفئه الثانيه في سنسور خلفيه بتساعد في الركن وكل حاجه، مش موجوده في اول فئه على فكره، ولكن يعني كان السنسورز مع مجال رؤيه احسن، كانت هتبقى افضل بكتير. يعني الكاميرا الخلفيه بتنزل بس زي ما قلنا في اخر فئه وفي الفيس ليفت فقط. والمدينه الصراحه النقل الحركه والكلام ده كله انا شايف ان هو لذيذ الصراحه ودمه خفيف، مش متعب قوي. الفولكس فاجن جولف كان اتعب منه شويه. السواقه فيها برضه هي مش حديه، لكن فيها استجابه كويسه عن مثلا كيا سيد مثلا او المنافسين او التويوتا حتى كرولا وقتها. يعني طبعا لا زالت اوروبيه جنرال موتورز، يعني بيحاولوا انهم يعملوا حاجه قويه، لكن مش برضه ما شدتنيش. طبعا الموتور ده ابعد عنه خالص. ال100 حصان ده التنفس الطبيعي. اول ما نطلع على الطريق السريع زي ما انتم شايفين ان الطريق السريع اداؤه متعب جدا جدا، انت هتفضل دايما في الحاره اليمين لانك هتعاني، وعزل الصوت فيها متوسط الى حد ما، مش احسن حاجه لكن جيد، خلينا نقوله فوق المتوسط. الثبات كويس في الطريق السريع، مش افضل حاجه برضو، لكن برضو في نفس الوقت مش اسوأ حاجه. هنا زي ما انتم شايفين في السيستم هنا كل شيء بيطلع لي يقول لي شيفت، فالحمد لله فيها هنا بيقول لك يعني انقل النقله اللي بعدها. فهنا في سنسور للكلام ده كله موجود عندنا، سواء الفيس ليفت او البري فيس ليفت، دي حاجه كويسه جدا. العربيه بتميل جامد في الكورنرات بس مش جامد جدا، يعني البادي رول بتاعها اقل شويه من منافسينها مثلا زي الجولف فيها ميلان اكتر شويه عندي، لا دي ماسكه نفسها شويه، بتحاول انها تكون رياضيه. هي الفكره ان هم في الجيل اللي بعدها اللي بعديه لما سوقناها، ولما اللي هي عربيتي اساسا، يعني للي مش عارفني اللي هي الاوبل استرا كي الجيل اللي بعدها دي عربيتي انا، وصلوا فيها حاجات كتيره جدا خواص سواقه، سواء نظام التعليق او التعامل العربيه في الملفات او الحديه في السواقه او امتصاصها في الصدمات. دي كانت محاوله لكن هي بقت بالفشل نسبيا وليس للاخر. فاللي هيجيب العربيه دي انت تحسن عن اللي قبلها، هي ثمن حلو جدا كويس جدا، العمليه بتاعتها اوكي مقبوله خلينا نقوله، لكن مش هتنبهر بسواقتها قوي. يعني الفرامل اللي ماسكه نفسها كويس جدا، الفرامل هي اللي حلوه الصراحه قوي، قلبت بقى للفرامل الاوروبيه اللي احنا عارفينها. انا بسوق دلوقتي جوه المدينه فوريكم بس التعامل فيها عامل ازاي، والمجال الرؤيه فيه كويس الصراحه. انا الرؤيه زي ما قلت هي دي مشكله اللي هنا ومشكله اللي ورا. والتعاملها بقى في المطبات والحاجات دي هو انت بتحس بيه الصراحه، وامتصاصها مش قوي قوي لكنه جيد تمام، احسن من الفورد فوكس في الحته دي، في امتصاصها في الصدمات وفي المطبات وفي النقر والطرق بتاعتنا، يعني اللي في دولنا العربيه الجميله جدا. مصر دولة مصر بالذات جميلة جدا في مصر، ما احكيلكوش يعني على الطرق عالمية. المهم فعشان كده لو انت عايز تجيب دي او البري فيس ليفت انصحك بس بالموتور التربو. صح هو هيكون معدل حرقه للبنزين عالي تمام، عالي عن معظم منافسينه، ما اعرفش ليه هو عالي كده، هل غلطه منهم ولا ايه ما اعرفش، بس يعني قبل ما تجيبها بص كده على موضوع الحرق ده واعرف انت مستعد ان انت تحرق في العربيه دي. يعني في الموتور اللي هو الوحده ال 1400 سي سي التربو، معدل الحرق بتاعه 6.5 WLTP، طبعا في الحقيقي بيوصل ل 8. فهل انت مستعد تجيب حاجه كده 8؟ شوف نفسك وقرر. تجيبها ولا لا في سوق المستعمل؟ انا شايف ده اختيار كويس جدا ممكن تجيبه، سواء السيدان او الهاتشباك. السيدان نادر جدا ما تلاقيها في اوروبا، الهاتشباك منتشره اكتر، عمليه جدا من جوه كشنطه زي معظم فئاتها، لكن مساحات في الكرسي اللي ورا زي ما قلت مش احسن حاجه. الموتور ما انصحكش بالتنفس الطبيعي ده، هو سيء جدا، خليك في التربو، لكن طبعا هيبقى مشكلتك الرئيسيه ان هو حرقه في البنزين بيعدي 6.5 لتر، وحقيقه بيعدي 8 كمان، فبياكل شويه في البنزين. وقعدتنا طبعا مختصر العربيه قدامكم اهوت، الشيك ليست بتاعتنا قارن ما بين كل الشيك ليست فقرنا عشان توصل ان شاء الله القرار اللي هيريحك. انتوا وصلتوا لنهايه الفيديو، يبقى كده عجبكم اسلوبنا في التقييم. طبعا ما وصلكوش الاشتراك من الزرار اللي جنبكم ده، واي تقييم لاي عربيه ثانيه قولوا لنا في التعليقات تحت وانا اعمل لك لها تقييم. نشوفكم حلقه جايه، سلام.